هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 25 من أكتوبر. نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي نافذة ثقافية، ويخصصها لقراءة المراثي التي كتبها الزملاء في الفقيد والإعلامي الراحل محمد نور سعيد أبو خلدون، والذي انتقل إلى الرفيق الأعلى في 14 من أكتوبر الجاري. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. أنغولا ترحب بالمستثمرين الإريتريين. اختتام القمة الروسية الأفريقية المشتركة في روسيا. العثور على جثث 39 مهاجرا في حاوية في بريطانيا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. هذه إذاعة إرنا. أبدت أنغولا ترحيبها برجال الأعمال الإريتريين. جاء ذلك في الخبر الذي أوردته وكالة الأنباء الأنغولية عند افتتاح المنطقة التجارية الحرة للاستثمارات في العاصمة لواندا. وافادت الوكالة بأن مستثمرين إريتريين حصلوا على الموافقة لإنشاء مصنع لإنتاج الصابون والمنظفات، بينما حصل مستثمرون إماراتيون على رخصة لإنشاء مصنع لتركيب الجرارات الزراعية، وحصل مستثمرون هنود على تراخيص ببدء مصانع لإنتاج مشتقات الحليب. وقالت الوكالة بأن السلطات خصصت 160 قطعة أرض لإنشاء عدة مشاريع للمستثمرين، ورحبت بشكل خاص بالمستثمرين الإريتريين. الجدير بالذكر بأنه وبسبب ضيق فرص الاستثمار في إريتريا، اضطر العديد من رجال الأعمال إلى نقل أعمالهم ومشاريعهم إلى كل من رواندا وأوغندا وكينيا وأنغولا وجنوب السودان. ويعتبر المستثمرون الإريتريون في أنغولا في مراكز متقدمة في الأنشطة الصناعية والتجارية في البلاد. اختتمت يوم أمس في مدينة سوشي الروسية القمة الروسية الأفريقية الأولى، والتي حضرها حوالي 40 رئيس دولة وحكومة أفريقية، وكان من ضمن الحضور الرئيس السوداني والمصري والرواندي والجيبوتي والصومالي والجنوب سوداني والكيني والأوغندي، إضافة لرؤساء نيجيريا وساحل العاج ودول أخرى. وكالعادة غاب عن القمة الرئيس الإريتري سياس أفورقي، والذي يسجل غيابا متواصلا عن اللقاءات الدولية. وقال الرئيس المضيف للقمة فلاديمير بوتين بأن روسيا تضع تطوير العلاقات مع أفريقيا في أولويات سياساتها الخارجية، وأنها ستعمل من داخل مجلس الأمن على تعزيز التدابير العملية لتعزيز السلام والأمن في القارة. وسنوافقكم بالمزيد عن هذه القمة خلال فترتنا الإخبارية ليوم الاثنين المقبل. أعلنت الشرطة البريطانية العثور على 39 جثة يوم الأربعاء الماضي داخل حاوية شاحنات قرب لندن، يعتقد أنها قدمت من بلغاريا، بينما تم توقيف السائق المتحدث من أصول إيرلندية شمالية ويبلغ من العمر 25 عاما، وفقا لما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد بيان صادر عن شرطة منطقة إيسكس بأنه تم إعلان وفاة الضحايا في مجمع صناعي شرق لندن. وصرح قائد شرطة إيسكس أندرو مارينر في بيان: هذه حادثة مأساوية فقد عدد كبير من الناس حياتهم فيها، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ماذا حصل. وأضاف: نقوم بعملية التعرف على الضحايا، ولكن ذلك سوف يستغرق وقتا طويلا. وأكد أن الشاحنة قدمت من بلغاريا، وأفاد بأنه يعتقد أن الشاحنة دخلت إلى بريطانيا يوم السبت الماضي من هوليد شمال غربي ويلز، أحد أهم موانئ عبور العبارات القادمة من إيرلندا. وأضاف: أوقفنا سائق الشاحنة على خلفية الحادث، بينما لا يزال محتجزا لدى الشرطة في وقت تتواصل فيه التحقيقات. الجدير بالذكر بأن المهاجرين من الإريتريين والجنسيات الأخرى يضطرون لدخول بريطانيا بحاويات مشابهة من كل من فرنسا وبلجيكا، وهي عملية محفوفة بالمخاطر، فقد الكثير من الشباب حياتهم خلالها. هذه إذاعة إرنا.
بهذا الخبر مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. أنغولا ترحب بالمستثمرين الإريتريين. اختتام القمة الروسية الأفريقية المشتركة في روسيا. العثور على جثث 39 مهاجرا في حاوية في بريطانيا. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم سادتي في هذه النافذة من إذاعة إرينا الدولية في باريس. وهذه النافذة سادتي سنفتحها على روح الزميل العزيز المناضل محمد نور سعيد علي، الذي وافته المنية قبل أيام في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك في لمسة وفاء على روحه الطاهرة. فأهلا ومرحبا بكم سادتي إلى هذه النافذة. هذه إذاعة إرينا. أعزائي المستمعين، في البدء نترحم على الزميل العزيز الذي فارق الحياة قبل أيام في الخرطوم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم آله وذويه وأصدقائه والزملاء الصبر وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد كتب عدد من زملائه وأصدقائه على وسائل التواصل الاجتماعي، ويطيب لنا سادتي وفاء للزمالة والأخوة والصداقة أن نقرأ جانبا مما كتبه الزملاء. فقد كتب الدبلوماسي المناضل الأستاذ علي محمد صالح يقول: إلى جنات الخلد أخي وصديق العزيز أبو خلدون. انتقل إلى جوار ربه الأخ المناضل محمد نور سعيد علي مساء الاثنين الموافق 14 من أكتوبر الجاري بالعاصمة السودانية الخرطوم، التي أتى إليها مستشفيا من مرض الربو الذي عانى منه فترة ليست بالقصيرة. ولد المناضل محمد نور سعيد علي في مدينة أغردات الصمود، والتي كانت تعرف بوهران إريتريا في ستينيات القرن الماضي. انتقل بعدها إلى مدينة كرن لدراسة المرحلة الثانوية. ظهر ميوله الفني في الرسم على وجه الخصوص منذ مراحل دراسته الأولى. ويحضرني هنا كما يقول الدبلوماسي الأستاذ علي محمد صالح أن الراحل المقيم رسم لوحة فنية لشخص الإمبراطور الإثيوبي في المدرسة التي كان يدرس بها، ونال إعجاب الجميع بما في ذلك الإمبراطور الذي قدم له هدية على إبداعه ذاك. ارتبط المناضل محمد نور بالعمل منذ بدايات الدراسة، حيث كان ضمن الخلايا السرية لفرع مدينة أغردات. وأود هنا أن أشير بأن المناضل نور الدين محمد عبد الله رئيس فرع الجبهة بمدينة أغردات آنذاك كلف الراحل المقيم لرسم خريطة توضيحية لبنك أغردات، وقد كان الأمر ذلك الذي سهل على الفدائيين تنفيذ العملية بكل سهولة ويسر، وهي العملية التي قادها المناضل محمد عثمان إزاز والشهيد محمود حسب، وكانت صدمة قوية للسلطات الأمنية والعسكرية بالمدينة بسهولة الاختراق، ومن ناحية ثانية كانت دفعة معنوية لجبهة التحرير الإريترية. واصل الراحل المقيم أبو خلدون دراسته الجامعية في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق بالقطر العربي السوري، الذي نال منها شهادة البكالوريوس. اشتهر بلقب دافنشي لإبداعه في الرسم كما الفنان العالمي المشهور دافنشي. وواصل كتابته، يقول الدبلوماسي الأستاذ المناضل علي محمد صالح بحق الزميل محمد نور سعيد علي، يقول: بعد تخرج الراحل تفرغ للعمل الوطني في قسم الإعلام الخارجي لجبهة التحرير الإريترية. كان دوره الفني مميزا، فقد ساهم في رسم معظم إن لم يكن كل الملصقات والبوسترات وتصميم مجلة الثورة الإريترية. عاد إلى الوطن بعد التحرير مع أسرته، له 4 من الأبناء وهم خلدون، ويعمل مشرفا في إحدى الجامعات الكويتية، ويحمل ماجستير في اللغة الإنجليزية. محمود خريج كلية الاقتصاد من الهند، أيوب مهندس مدني من جامعة أسمرة، وآدم طالب جامعي في إريتريا. التحق بوزارة الإعلام وكان مسؤول قسم التجرايت في التلفزيون الإريتري، ثم
انتقل إلى جريدة إريتريا الحديثة نائبا لرئيس التحرير، ومن الصدف أن يتزامن رحيله بعد أيام معدودات من رحيل صديقه ووزيره في عرسه الراحل المقيم عبد ياسين. الراحل المقيم العزيز أبو خلدون رجل متواضع كما يقول الدبلوماسي، طيب المعشر، اجتماعي محبوب، وكان يحظى باحترام زملائه ومعارفه جميعا. كان من هواة الشعر، وكان يترنم بقصائد الشاعر التونسي الشهير أبو القاسم الشابي. كان حاضر البديهة رحمه الله، حيث يقول الدبلوماسي الأستاذ علي محمد صالح في نهاية مقاله: رزق أحد المناضلين بمولود فسماها وجدان. وفي جلسة سمر مع الزملاء في الخرطوم ذكر ذلك المناضل أنه رزق بنتا وسماها وجدان، وكرر قائلا: وجدان الأمة. فما كان من الأخ محمد نور سعيد علي بفكاهته المعهودة إلا أن قال له: يفضل أن تصدر بيان ختامي. اللهم ارحمه واغفر له واجعل الجنة مثواه. الدبلوماسي المناضل الأستاذ علي محمد صالح. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وكتب زميله أحمد شريف يقول: الرحيل الخالد، مئات من صور الشخوص والرسومات خطها بريشته الصادقة الزميل الراحل الأستاذ محمد نور سعيد رحمة الله عليه. ففي خيمة العزاء والتأبين هذا بحثت عن صور له، فلم أجد إلا الصورة اليتيمة التي نشرها زملاء الراحل العزيز من زمن العروبة والجبهة في دمشق الحضارة. الراحل قضى في وزارة الإعلام الإريترية ردحا من الزمن، أي عمر تأسيسها لفترة ما بعد 91، لكنها أيضا لم تنشر شيئا عن رحيله حتى في الجريدة التي رأس نيابة تحريرها، أو القسم الذي رأس إدارته إذاعيا، أو التلفزيون الذي كان أحد مؤسسيه وأرقامه الهامة. الحياة في البلاد مسروقة بكل ألوانها. بالتالي ماذا يجدي الحديث سيد الراحل العزيز أبو خلدون في هذا الإسفير الذي غدا مأوان اليتيم؟ ننصب على صفحاته خيم العزاء والتأبين، ثم نذرف على أوتاده دموع الأسى والحسرة. هل يجدي ذلك فتيلا؟ في فقدك يا صاحب الفن والريشة الخلاقة عصي علينا أن نكتب كما كتبنا من قبل، لأنه سفر إبداع أبدي بلا رجعة. قلوبنا تفطرت وتفتتت أكبادها من فرط رحيل ترو رحيل. مأسوفا عليك رحلت ولم ترسم لنا صورة المشهد الأليم لهذه التراجيديا السياسية النازفة، بل لم تكحل عيوننا بألوان الفرح الوطني القادم. أما وقد اندلق الحبر وكسرت الريشة، فهنيئا للقلب أن يعتصر ألما وأنينا. رحلت يا عزيز وفي جعبتك حقيبة فنية ملأى بل مترعة بكل ألوان الجمال، عن وطن وشعب تقاسمته أيادي المردة والنطيحة وما ترك الذئب. رحلت أيها الفنان وفي عينيك بريق وحنين إلى الوزارة التي عمدت فيها وهج ذكراك الخالدة، في أزقتها، دهاليزها، إرشيفها، استوديوهات البث المباشر، غرف المونتاج والإخراج، مقهى الوزارة في منعرجات سينما كابيتول وفورتو بكل تبدياته الأخيرة، في طرقات أسمرة وأحيائها، والسيارة تقل المداومين مساء، شاقة قدود الطرقات الباكية، والبرد يلفح الوجوه، ولم يجد الزملاء أولئك إلا الدفء في دثار نكاتك والطرف الملاح، لتعلو الابتسامات الوجوه الشاحبة من لسعة برد العمل المضني وجوع مؤونة الرسالة الإعلامية في كل مكان. أنت خالد أبا خالد. أيها الراحل الخالد، لقد وضعك الزبانية في المكان الخطأ من الزمن غير الصحيح آنذاك، فابتلعتك آبار الوزارة السحيقة الجب الآيسة من فتوحات وإشراقات حتى لو تبدت واعدة. أيها الخالد منا، نم في حياتك السرمدية قرير العين، فالمشهد برمته لا يحتمل بقاء المبدعين النجوم، والأيام والعذارى لم تقوى على حمل الزاد المثخن بالجراح، وأن المسرح كله لم يعد مدركا تفاصيل البكاء حتى على أطلاله، والشرفاء والنشامة والماجدات كلهم ما عادوا كما كانوا في العهد القديم، فلا عزاء يعرف تفاصيله من قبل الأحياء،
ولا تأبين يقرأ المؤمنون على أسرجته دعاء الصالحين: حياة كالممات، العزاء الخالد لخلدون الابن وأمه وإخوته وبنيه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم، وإنا لفراقك يا أبا خلدون لمحزونون. أحمد شريف. هذه إذاعة إرنا. بدوره أعزائي المستمعين، كتب الزميل الأستاذ محمود أفندي يقول: عبارات وفاء لرجل عزيز رحل عنا قبل أيام. أتكلم في هذه السطور عن الأستاذ المرحوم محمد نور سعيد أبو خلدون رحمه الله. أحبه الناس وبادله الناس المحبة، وذلك لما كان يتحلى به من بساطة وبشاشة وطيبة متناهية. كلماتي ربما لا تعطيه حقه، لكنني سأحاول ما تيسر لي من باب الوفاء له، هذا الإنسان المخلص المهذب الخلوق المرح السياسي المثقف الفنان الرياضي. زد على ذلك أجمل ما تحلى به من صفته، أي صفة التواضع التي أحبها الله عند خلقه. عرفته خلال فترة عملي في وزارة الإعلام كما يقول الزميل محمود أفندي، وأذكر أجمل لقاءاتي به في مقهى الوزارة ساعة الراحة، حينما نذهب لنأخذ قسطا من الراحة وتناول الشاي. حينها ترى الراحل قادم بين الممرات متوجها صوب المقهى، متوكئا بمشيته وخطواته الثابتة، ليبدد عنا ما نحمله من جراحات نعايشها. يجمل الجلسة ويتجول بنا في بساتين معرفته المليئة بكل مفيد، شيئا من السياسة والقصص الجميلة والمعلومات المختلفة الرائعة. ولا تخلو الجلسة أيضا من القفشات التي تصنع الضحكات المكبوتة، بل يتذكر أحيانا تخصصه الذي ينازعه، تارة ليختار أحد الجالسين ماسكا ريشته مستأذنا من الحضور لدقائق معدودة، بعدها يتم منح صورة من ريشته التي لا تفارقه. كان الراحل العزيز أبو خلدون كما يقول الزميل محمود أفندي كان متفانيا في عمله، لا يعرف الكسل، حتى عندما مرض كان يأتي ويقول: ما أجمل الجلوس معكم. عمل التلفزيون في قسم التجريت، أي عمل بالتلفزيون، وعندما تم تغييره إلى الصحيفة تأثر كل زملائه في القسم وأبدع في صحيفة إريتريا الحديثة، وكانت لمساته تزين صفحاتها. ثم تم تعيينه رئيسا للقسم العربي للإذاعة، وكنت ضمن أعضائه. كان من أجمل الفترات، أذكر منها أنها كانت فترة لمنح الثقة للأعضاء خاصة الجدد، علاوة على دماسة الأخلاق والروح الأبوية والأخوية. حقا كان مربيا، والكل يشهد في ظاهرة ربما قل أن نجدها، حيث كان الشخص الوحيد الذي يجلس في أقرب طاولة في ساحة المقهى دون أن ينتقي الجالسين، على عكس الآخرين ممن يختاروا مجالسهم حسب انتماءاتهم المختلفة. وسر ذلك ينبع من حبه للناس والعكس، وكذلك لما له من ذخيرة معرفية تؤهله للجلوس مع أيا كان يجلس، حتى مع أشخاص من أقسام غير إريتريا كالأمهرية والصومال والأورومو وكل أنواع طيف المعارضة، عدا المعارضة الأمريكية واليابانية. يقول في ختام حديثه الزميل الأفندي: كنت أحب الجلوس معه وهو أيضا كذلك، خاصة عندما علم أنني شقيق صديقه المرحوم عبد الكريم ماجلان عليه الرحمة. ومن أجمل هذه الجلسات أيضا أذكر تلك التي كانت تجمعني بحضرة المرحوم الزميل محمد إبراهيم دبساي، حيث تحلى وتحلى، وننسى كل المصاعب والهموم في بلد الهموم، ويصبح المكان عامرا ويزداد العدد، إلى أن يختم الراحل المقيم دبساي الجلسة بمفرداته الجميلة: انقلاب اقلي دوت إلي بلونا لجماعت، وتنتهي الجلسة ونعود إلى الرتابة والأرق، رحمهم الله رحمة واسعة. هذه إذاعة إرنا. أعزائي المستمعين، لا زلتم مع إذاعة إرنا الدولية في باريس، وهذه لمسة وفاء في النافذة
للراحل المقيم الزميل العزيز المناضل الأستاذ محمد نور سعيد علي. وكتب الأستاذ إبراهيم أكد عن الراحل محمد نور سعيد يقول: رحيل العزيز أبو خلدون تلقيت ببالغ الأسى والحزن قبل قليل وفاة الأخ العزيز محمد نور سعيد علي أبو خلدون المبدع الملقب بدافنشي. كان قد ساهم في الداخل قبل خروجه برسم مواقع تفيد الفدائيين أثناء تأدية أعمالهم، كما أنه تفرغ فور تخرجه من كلية الفنون الجميلة بدمشق للعمل الوطني، وكانت له إسهاماته في الإعلام، وعاد إلى الوطن بعد التحرير وإثر انتكاسة صحية قضى السنوات الأخيرة في الخرطوم، رحمه الله رحمة واسعة بقدر ما قدم لوطنه. خالص العزاء لأم خلدون وخلدون والأسرة الكريمة. في الختام سادتي نستعرض المقال الذي نشره الزميل محمد علي إيمان أبو فهد يقول: رحلت عنا يا أبا خلدون دون وداع، رحيلك كان صعبا علينا وقعه أيها الجميل. رحل عنا الأستاذ الفنان محمد نور سعيد علي، والرحيل مذاقه مر كالحنظل إن كان كرحيل أبا خلدون. عرفت هذا الرجل الطيب القلب والمظهر منذ أن وطئت قدماي عتبة وزارة الإعلام الإريترية عام 93 عندما كان مقرها جوار سينما كابيتول. لفت نظري هذا الرجل منذ أن رأيت الناس يتحلقون حوله في أوقات الراحة وتناول الإفطار في مقهى الوزارة الذي كانت تديره السيدة الطيبة نجستي، والتي كانت أختا وأما حنونا لكل العاملين بالوزارة برعايتها الكبيرة يرعاها الله. لقد أصبحت، أي كما يقول الزميل لقد أصبحت أقترب من مجلسه شيئا فشيئا حتى أصبحت أحد مرتاديه. لقد كان صاحب نكتة وفكاهة بالفطرة هو والراحل المقيم الأخ الزميل محمد إبراهيم دبساي رحمه الله، وجمعهما في الفردوس الأعلى من الجنة وجمعنا بهما. لقد كان الأستاذ أبو خلدون طيب المعشر مع الكل وصاحب سيرة طيبة، وكان ذو دراية واسعة بالمدن الإريترية بالذات مدن أغردات كرن أسمرة، فهذه المدن يعرف أهلها ويعرف تفاصيل حاراتها وأحيائها، وربما يكون ذلك نتيجة التصاقه بأبيه وخروجه ودخوله معه منذ كان طفلا يافعا، كما حكى هو شخصيا حيث قال: كنت الوحيد لأبي فكان أبا لي عندما كنت صغيرا، وأبا وأخا وصديقا لي عندما كبرت. رحمه الله كان يحكي عن والده دائما وتجوالهم في المدينة معا. لقد توطدت علاقتي به أكثر بعد أن أصبح نائب لرئيس تحرير إريتريا الحديثة حيث كنت أعمل، فكان نعم الأخ والزميل والمسؤول. كان متواضعا مع كل الطاغم ومحبوبا بينهم ومعينا لهم في إنجاز عملهم حيثما وجهوا. ومن منا لم يحتفظ بصورة له من رسم أنامل الأستاذ الفنان الراحل المقيم أبا خلدون؟ كان فنانا ورساما وصاحب إبداع في الرسم منذ صغره وحتى تخرجه من الكلية، أي كلية الفنون الجميلة في سوريا العربية، ولمساته وإبداعاته توجد بأرشيف الثورة والدولة الإريترية، وعلى وجه الخصوص قسم الإخراج بالتلفزيون الإريتري منذ أن تأسس. أبا خلدون أذكر مداعبتك مع كل زملائك بالذات مع أبو علاء الأخ الزميل آدم عتيل حفظه الله ورد غربته وغربتنا وكل الزملاء الطيبين حيثما هم. فقد كنت أخا طيبا يا أبا خلدون ومحبا لكل من عايشت، فطبت حيا وميتا يا أبا خلدون. رحيلك مر علينا، لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا ونعزي أنفسنا فيك والأبناء الأعزاء خلدون، محمود، أيوب، آدم وأم خلدون وكل أفراد الأسرة الكريمة وأصدقائك وكل محبيك. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الأعزاء، كنتم مع نافذة، وهذه النافذة خصصناها للمسة وفاء بحق الزميل الراحل العزيز الأستاذ محمد نور سعيد علي الذي وافته المنية في الخرطوم في 14 من أكتوبر الجاري بالعاصمة السودانية الخرطوم، رحمه الله رحمة واسعة،
وألهم آله وزملائه ومحبيه الصبر وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله. هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، وفي ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم لا يفوتني أن أذكركم بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabic@gmail.com. وحتى الملتقى بكم أعزائي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إرنا. لكم من زميلي أحمد الشريف ومني محدثكم فتح عثمان ومن زملائي في الإذاعة في باريس أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وفي حفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا.